كيبدا الفيلم ديالنا بلوكاس اللي كيبان انه عايش في مدينه كلها عصابات. كيبان ان لوكاس تلميذ فاقد الامل في الحياه، كيصيفط ميساج لصاحبه جينيو كيطلب منه انه يتلاقاو في الزنقه. من بعد كيوصل جينيو لوكاس باغي يتمشى معاه، ولكن كيعرف انه اتفق مع صاحبه يوليوس باش يخرجوا مع بعضياتهم. كيكون لوكاس معصب حيتاش جينيو باغي يجيب معاه يوليوس يخرج معاهم. من بعد كيوصلوا عند البيت يوليوس وكيخرج ليهم. يوليوس كان باغي يقلب على التيتيز، ولكن لوكاس يقول له ان الساعه راه هاد الساعه والتيتيز كلهم في المدرسه. فجينو كيقول لهم انه باغي يشري السكر، ولا ما نقول لكم شنو هو راكم عارفين. كيخرجوا مع بعضياتهم فكيوصلوا لمنطقه بيع السكر، ولوكاس كيبان انه خايف، ولكن صحابو كيضحكوا عليه فكيضطر يمشي معاهم. كيبقاو التجار يعيطوا لهم باش يشريو عليهم، ولكن لوكاس كيتعصب حيت فيه الدوده. كيقول جمال رئيس عصابه انه ما كيشريش من الاتراك، فكيمشي لوكاس باش ياخذ يوليوس ويمشي، ولكن كيضربوا جمال وكيطيح في الارض وكيبقى يضرب فيه، ولكن صحابو ما كيقدروا يديروا حتى حاجه. فمن بعد في واحد من العصابه كيهددوا الى ما جابلوش الفلوس غادي يدبر عليها. كيسولوا على الهويه ديالو، ولكن هو كيقول له انه ما عارفش الهويه. داروا المحفظه ديالو وقال له ان الفلوس خاصها تكون موجوده في الحديقه غدا مع الثلاثه. فكيدخل لوكاس يغسل وجهه يبدل حوايجو، كيمشي كيتلاقى بباه وقال له بغيتي تولي بحال خوك الكبير اللي ديما جايب لنا المشاكل. وكيدخل لبيتو وكيشعل الموسيقى بصوت مجهد. فكيدخل عنده باه وكيقول له يدي خوه غدا للمدرسه، ولكن لوكاس كيسد الباب في وجهه. وفي الليل كيتلاقى مع خوه ماركو اللي كيسولو على اللي وقع ليه في وجهه، وماركو كان عارف انه تارك مع الاتراك كيحاول يشجعه. وفي هذا الوقت جمال كان في السبيطار ومريض. في النهار الاخر كيتلاقى مع خوه الصغير، كياخذوا لوكاس للمدرسه وخدا له المحفظه ديالو، كياخذ منها الفلوس والهويه ديالو وكيضحك عليه وكيمشي. ومن بعد كيدخل لوكاس للمدرسه وكيشوف جينو كيقرب ليه، ولكن جينو ما كيردش عليه في القسم اللي كان عامر بالصداع. وكيقول لوكاس لجينو انا العصابه باغيه منهم 500 يورو. ومشوا عند المدير مع تلميذ جديد اللي سميتو سانشيز وكيعرفهم عليه، ولكن الطلاب كيضحكوا عليه. ومن بعد كيتفق مع جينيو انه يمشي يجيب فلوس باش يمشيو يديوها للعصابه. كيدخلوا في المؤتمر، المدير كيعرفهم على روتر عضو في وزاره التعليم. روتر كيمشي للمنصه، ولكن من ظهره العوج كيتزحلق وكياكلها، والتلاميذ كيبقاو يضحكوا عليه. ومن بعد المدير كيقول لهم ان الوزاره زودت لهم في المدرسه ب 50 بيسي، ولكن حتى واحد ما داها فيهم. وكنمشيو عند جينيو اللي وصل للدار، كيطلع يشوف الصندوق ديالو، ولكن كيسمع الاب ديالو كيعيط ليه باش ياكل معاهم. وسولو جينيو واش يقدر يمشي، ولكن با رفض وقال له راه المدرسه صوناو عليا وقالوا لي راك كتغيب، واش هذا الشيء بصح؟ كيرد عليه جينيو عندك الحق وانا كنغيب وخرج. وباه كيقلب الزمر كامل. ومن بعد لوكاس كيصوني عليه جينيو كيقول له انه ما يقدرش يجي، وكيجلس مع عمو كيقول ليها انه وفر فلوس باش يزوروا جداته. وفي هذا الوقت كيجي ليه جيم كيقول له واش كتعرف تلميذه سميتها دينيس، ولكن لوكاس كيقول له انه ما عارفش. كيعترف الجيم ان الاتراك باغيين 500 يورو. وهنا جيم كيعرف ان الاتراك قالوا ان لوكاس سرق منهم 200 يورو. كيطلب لوكاس يرجعهم، ولكن كيضحك عليه. ومن بعد لوكاس كيمشي للبيت وكيشوف الياس كيراقبو. كيصوني ليوليوس عليه كيقول ليه ان الياس وعصابته باغيين 500 يورو، ولكن يوليوس ما داهاش فيه وقطع. ومن بعد كيوصل لوكاس للبيت وكيشوف في طريق حوايج وكيبغي يسرقها، ولكن كيبان ليه سانشيز الجار ديالو وكيعاونهم يدخلوا الحوايج. وفي نفس الوقت كياخذ الياس تليفونه كيكمل لوكاس كيقول له يجي للدار، ولكن لوكاس كيعرف انه ما جمعش الفلوس. ومن بعد لوكاس وسانشيز كيبان انهم ولاو صحاب، كيعرفوا انها كاينه حفله، ولكن لوكاس ما بغاش يمشي معاهم للحفله. فيوليوس كتجي الدوده عاوتاني وكيتحدى صحابو انه عادي يدبر على النمره. وكيمشيو كيطلب النمره وكتقول ليه 06 زيد 16 زيد نمرتي ما كتعطاش يلا غيرها. صحابو كيموتوا عليه بالضحك. ومن بعد كيوقفوا طاكسي، ولكن السائق كيقول لهم ما يشربوش في الطاكسي. فكيوصلوا كيطلب منهم مول الطاكسي 12 يورو، ولكن كينزلوا كلهم من الطوموبيل. ويوليوس كيبقى طوموبيل بوحدو وكيعميه في عينيه وكيهربوا وكيبقاو يضحكوا عليه. وفي النهار الاخر كيتجمعوا وسانشيز كيدير فكره جديده وكيقول لهم انهم غادي يسرقوا البيسيات اللي في المدرسه. ولوكاس كيجرب انه يقنعهم ما يديروهاش، ولكن سانشيز كيقول لهم الا كنتي خايف تسرق معنا فغادي نسرقوا بلا بيك. وكيجي لوكاس للدار وكيجلس مع خوه ماركو وباه. عطاهم ورقه كيكون فيها عقد عمل بالجامعه، يقول لهم انه غادي يخدم 800 يورو للشهر. وماركو كيضحك عليه حيتاش هو غادي يجمعها في نهار واحد. وفي النهار الاخر كيكون لوكاس في المدرسه كيضحك مع صحابو وكيقول لهم يحطوا الطاوله، ولكن كيدير حركه غلط وكتجي الطاوله في راس الاستاذ. ولكن من ظهرهم الاستاذ ما عرفش شكون اللي رمى عليه الطاوله، ولوكاس كيسرق له السوارت وكيمشي. المدير كيقول لهم انهم الا شدينا هاد السار غادي يدبر عليها، ولكن من
بعد كيصوني ماركو لوغاس وكيقول ليه انه عارف انه كاينين بيسيات تسرقوا من المدرسه، وماركو كيقول لهم ان البيسيات فيهم جي بي اس والبوليس غادي يشدوا اللي سرق. وفي هذا الوقت كيدخل ماركو ومجموعه من الاشخاص كيكونوا باغيين فلوس من ماركو، ومن بعد كتوصل حادثه الاعلام كيبداو يتكلموا عليها. وكيوصل لوغاس للدار وكيسولوا باه على اللي وقع في المدرسه، ولوغاس كيقول له ان كاين حوادث بزاف كتوقع، ولكن علاش هذه الحادثه بالضبط انتشرت. والاب كيفهموا ان بيسيات ثمنها غالي بزاف، فكيدخل لبيتو كيخرج السلاح وكيخبيه. وكنمشيو الياس اللي كتسول امو علاش كيتضارب، وقال ليها انهم كيتنمروا عليا حيت انا عزي. من بعد لوغاس كيمشي لصحابو كيقول لهم ان البيسيات مراقبه، كيخاف جينو كينوض يمشي، ولكن لوغاس كيتعصب وكيعطيه واحد الكروشيه وكيقول لصحابو انهم غادي يبيعوا البيسيات في المتجر الالكتروني. فكيدخل للحانوت وكيطلب 1500 يورو، ولكن مول الحانوت ما بغاش وكيدفلوا عليه. فكيعيط لرجالو وكيتبعوهم وكيهربوا، وكيطلب يوليوس من لوغاس انه يكلم خوه باش يبيعوا البيسيات. فلوغاس كيمشي لماركو وكيعرفو على صحابو وكيطلب منه فين يقدروا يبيعوا حوايج اللي سرقوهم، وماركو كيعطيه العنوان ديال المحل وكيمشيو عنده وكيدخلوا وكيعرضوا عليه شويه ديال البيسيات، ولكن كيسولهم منين جبتوهم. ولوغاس كيقول لهم انهم من عمو، ولكن مول المحل كيوريهم الاخبار على السرقه، وخيت هذا الشيء كامل مول المحل كيوافق يشري عليهم ب 800 يورو. ومن بعد يبقى لوغاس كيتسنى مع صحابو كيجلسوا يقسموا الفلوس. فلوغاس كيحاول يقنعهم انهم خاصهم يجمعوا من بعضياتهم 500 يورو باش يردوها الياس، ولكن ما بغاوش. فكيدخلوا يشريو اللبس للمدرسه وكيشوفوا ديتا واقفه مع البوليس وكيخاف تكون بلغات عليهم. فكيبغي يخرج من المدرسه، ولكن كيرجعو كيقول ليه الا عادي يخرج غادي يخلي البوليس يشكوا فينا اكثر. كونوا ماشي حتى كيبان لهم استاذ. كيطلب من لوغاس يمشي معاه للمكتب المستشار. فلوغاس كيخاف بزاف وكيصوني لخوه وكيعترف ليه انه هو اللي سرق البيسيات. فكيطلب منه ماركو انه ما يعترفش على راسو. فكيدخل للمكتب وكيعرض استاذ تصاور تلاميذ وكيطلب منه الا شك في شي واحد، ولكن لوغاس كيقول لي انه ما كيعرف حتى واحد فيهم. فكيخرج وكيمشي للدار وكيهضر مع مرات باه، كتطلب منه انه يمشي يعيش مع خوه ماركو. فكيكون كاعي حيت عارف ان باه هو اللي قال ليه دير هذا الشيء. ومن بعد جينو كيشوف الاب ديالو شرا بزاف ديال القراعي، كيقول ليه منين جبتي الفلوس. فكيدخل جينو للدار باش يطمئن على الفلوس، ولكن ما كيلقاش فلوسه. وفي نفس الوقت سانشيز كيوصل للدار وكيعرف ان مو شافت البيسيات وكتطلب منه يمشي للبوليس باش يرجع البيسيات. فكيتعصب وكيضربها، ولكن كيمشي وكيطلب منها السماح وكيعنقها. ومن بعد كيصوني ماركو لوغوس وكيقول له انه لقى اللي يشري من عنده البيسيات وعطاه العنوان ومشاو. ومنين وصلوا قال لهم يديروا البيسيات في الكوفر، ولكن هرب لهم بهم. في هذا الوقت جينو كيسمع باه كيضرب مو وكيمشي وكيشد قرعه كيهرسها على راسو وكيخليه يسقط وكينقز من السرجب. فكيكتشفوا صحابو ان جينيو في السبيطار، فكيمشيو عنده وكيطلبوا منه السماحه. كيسمح لهم كاملين وكيعنقوا بعضياتهم.